يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح، يا فتاح يا عليم. صباحنا وصباح الملك لله على الصبح. انت بتعملي ايه؟ بلعب في السيم، هعمل ايه يعني؟ يعني انت جايه في الساعه اللي هريح فيها إيه؟ وجايه تقلبي لي الاوضه تعملي لي نظافه، يعني بتعملي نظافه يعني؟ بمسح الصورة. بص الصورة؟ هات الصورة يا واد يا محمود يا ولد. بمسح الصورة. والزعبوط اللي انت لابساه على دماغك ده؟ انا لقيته وانا بناضل. لقيت ايه يا طاقيتك دي؟ ده طاقيتي. كان في حد لابسه كده وهو نايم بيلبسه، قلت اما اجربه كده يمكن يطلع حلو عليا. حلو عليك. هو انت مش حاتقه؟ مفيش عتقة حاجه إيه؟ معديه منك ابدا. إيه؟ اعدلي الصوره. ما انا بعدلها اهو. الله، ايه الغشوميه؟ لا لا. ايه رايك كده؟ والنعمه حلو. طب انا هسيبها كده حلوه والله، حلوه بقى. الله يهديكي. يا عم حلوه سيبها الله بقى. يهديكي. اهدي يعني اتخانق عشان الصوره كده مش حلو بقى خالص، كده مش حلو. ها؟ ايه اللي لبسك دي؟ مالكش دعوه بالزعبوط بتاعي. ازاي يعني ماليش دعوه يعني؟ حلو. هو ده بتاعك؟ مدفيني. مدفكي؟ مش حلوه كده، اصبر الله بقى. يهديكي بقى. طب اصبر بس اصبر. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. انت انا عارف الفيديو ده روتين على فكره، مالكش فيه خالص. ايه اطلع كده. عايز انام. ما انضف الاوضه. طب ما تحلي التنظيف دلوقتي؟ هو انت يعني بتعمل دنك تنضفي لغايه اما اجي رايح الشغل واروح الشغل تعبان؟ ايه؟ ماشي، اعملي اللي انت عايزاه. الرجاله ما بتنامش على فكره، اللي انا اعرفه كده. ياخدنا اهو كلمني كده، كلمني. الرجاله ما بتنامش. الرجاله ما بتنامش. لا ما بتنامش، بيدنهم سهرانين كده ويروحوا الشغل على طول من يوم ليوم. مين اللي قال والحريم لك هي كده؟ اللي مين اللي قال لك ده؟ بيفحطوا فحت في الروتين اهو، ما أنا عارف. وشغالين والله يكون في عونهم. ستات شقيان. حتى الله يعينك في حد. ستات شقيانه تعبانه، وبعدين تدخل اطلع تاني ما تجيش في الروتين ده تاني. ماشي؟ انا بقول لك اهو. ايه عشان تعرفوا بس اللي هو بس ايه عايش كده ينقر فيا ينقر فيا. قالوا بيقولوا الراجل المنقر بيبقى رزق، قال يعني رزق حق رزق. انا مش في الكلمه دي، يعني الراجل اللي يقعد ينقر في مراته على طول كده رزق؟ لا لا، ده ما يبقى، ده يبقى حاجه وحشه خالص. ايوه النبي حاجه وحشه خالص خالص، يمكن بلس كمان. يا مساء الورد مساء العسل، مسا مسا على احلى ناس في الدنيا، تنسعدوا وتتهنوا وتشوفوا الهنا اللي في الدنيا. النهارده بقى يا حبايبي ايه نعمل روتين بقى ايه بناء عن طلب اعزائي المحترمين متابعيني، احلى ناس في الدنيا، متابعيني اللي ينشالوا على الراس، متابعيني اللي له ينسعدوا ويتهنوا ومطرح ما يمشوا يلاقوا الهنا والسعاده والخير اللي في الدنيا. بحبكم يا احلى واجمل ناس حبايب قلبي. قلنا النهارده بقى نعمل روتين بناء عن ايه؟ عن طلب حبايب قلبي كده. يعني ايه؟ غيري يا ام حوده، ما تخليش تمثيل على طول، وانا طبعا سمعا وطاعا حبايب قلب، اي حاجه تعوزوها تحت امرك يا نور عيني. قلنا بقى نعمل شويه روتين كده ونشقلب بقى شويه شقلباظات كده ايه في القطين بتوعنا اللي على قدنا دول. ونخش بقى طبعا ايه، انا بطرطر محمود فوق عشان يعرف يصورني. شو قعدوا فوق؟ انتوا عارفين فين؟ فوق المطبخ عشان يعرف يصورني، عشان يجيب بقى ايه ان شاء الله حتى ايدي زي بعض. كان في طبقين بس إيه يعني فايض من الفطار، توسخين كده من الفطار. قلنا ايه نخش بقى على المطبخ بتاعنا كده، ويلا يا واد يا حوده اطلع فوق كده عشان تصورني. نغسلهم مع بعض كده ونشطفهم ونقول صبح صبح يا عم الحاج، صباحه قشطه، صباحه عسل، صباحه سكر يا بنتي يا ام حود. يا نهار عليك يا بنتي يا ام حود على العسل. هاتي بصي يا بنتي يا ام حود، يا بنت هاتي بصي يا بنت عشان التشجيع اشجعك كده. بتفضي سكر ايه؟ هتعملي كوبايه شاي؟ طب واحده ليا بقى، واحده معاكي بقى، ما تنسيش كوبايه شاي في ال50، في ال50 كده على الصبح. وصبح صبح يا عم الحاج وصبح صبح. نعمل بقى ايه؟ نمسح الرخامه بتاعتنا. المطبخ ده يا جماعه يعني الحمد الاصيل، بس ان شاء الله باذن الله اجيب ضلفتين كده. اول قبض ليا هقبضها من القناه، هروح جايبه زي ضلفتين كده فوق فوق منه كده وضلفتين تحت، يعني اغيره باذن الله، لان هو خلاص جاب اخر. وقال لي جاي منك يا ام حود، حتى المطبخ قال لي جاي منك يا ام حود، ارحميني ارحميني. يلا الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب، ونحمد الله ونشكر فضله على كل شيء. طبعا أنا مطلعة فين؟ مطرطرة محمود فوق فوق الرخامة. وقول له على الله يا محمود ما توقعهوش ليا، خليه مصلبني كده لغاية ما ربنا يكرمني بإذن الله، واجيب ايه مطبخ كده جميل زي العسل كده، زي ام حوده العسل كده ودمها العسل. والنبي بحبك يا بنتي يا ام حود. النشاط والحيويه. اي نعم. خلي بالك يا ام حوده، انا بحذرك اهو، الوزن قرب يزيد معاكي، خلي بالك من الدايت. سيبيكي بقى ايه من ام حوده عايز يعملني، وابو حوده لا لا سيبيكي
سيبيكي بقى من كل ده، خلي بالك وانتبهي كده وحذري، اوعي تتخاني، اوعي تبقي زي بلاش، خليكي كده مز يا ام حود. حبيبة قلبي يا بنتي يا ام حودة يا عسل. ندخل بقى حبايب قلبي فين؟ ندخل بقى على الأوضة، نعمل بقى نظبط بقى البطانية بتاعتنا، ونظبط السرير بتاعنا، ونعمل بقى روتين خفيف ظريف كده. ان شاء الله يا رب تتقبلوه. بحبكم في الله يا اجمل اخوات. بالله عليكم ادعموا ام حودة، ادعموا ام حودة، لان القناة مصدر رزق لولادي. ربنا يكرمكم، يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. تشاهدوا له الفيديو حبايب قلبي، انا بس مش عايزه غير دعم منكم، تشاهدوا لي الفيديو وبالاعلانات، يعني عشان يعني ربنا يكرمني كده. اللي بيحبوا ام حودة يعني حتى لو مش فاضيين حبايب قلبي، سيبوا الفيديو شغال زي ما هو يجي يعني، باعلاناته بقى، ببابا غنوجاته، بسلطاته كده، باي حاجه يعني تيجي منه. حبايب قلبي بحبكم. شوفوا الواد محمود قاعد فين. جد بقول لي كده يا ماما، خليتيني زهرتيني وانا قاعد على التسريحه. طبعا التسريحه كانت مكسوره، والمرايه مكسوره، ما بجيبهاش يعني بصراحه، بصور في الاوضه بس ما بحبش اجيب التسريحه لانها يعني مكسوره ومش شكلها مش ظريف يعني. عسل يا ام حوده. لبست الزعبوط، يا نهار زعبوط النهارده، يا نهار مزعبط النهارده. شفتي؟ هيبقى مش ليكي حل يا مزعبطه انت يا مزعبطه. الطاقية دي محمد بيحب ينام فيها عشان انتوا عارفين بقى راسه يعني منها هتسقعانة بتسقع اول كده ما بينام بيروح جاي حاططها الدف يعني، تدف الزحلقة. حبايب قلبي تنسعدوا وتتهنوا ويبارك له في عمركم. مسكنا بقى السرير هتتك بتتك كده ونضفناه، لان الاوضه دي بتبقى من على السطوح التراب بيجي فيها يوميا، والله العظيم التراب فيها. انت ايه اللي مدخلك هنا؟ انا عايزه اعرف ده كده ها. روتين مش ليك فيه. انت بتبصي لي لا انا بكلمك وانا بكلمك انا. بتستغرب ليه؟ يلا يلا اطلع كده. انا كنت بحسب المقطع ده على فكره عملته مرتين، انا لما سكت كده قلت اعمل مرتين. شوفي يا ام حوده، ايوه اتنططي كده والشقلبي واعملي شقلباظات كده وبصي وتشقلبي في قلب الاوضه ولا يهمك. اطلعي على السرير، اطلعي على الشباك، بس خلي بالك انتبهي يا ام حوده، انت في 5 دور ربي يسترها معاك. انتبهي يا ام حوده يا بنت، امسكي كويس ينيلك. شوفي البت بتعمل استعراض يا ناس. يا بنت امسكي كويس، ده انت ورا منك المقص يعني هتنزلي في طيس. امسكي ربي يسترها، ربنا يسترها معاكوا يا حبايب قلبي ويسترها معانا، قولوا امين. مسكنا الشباك بقى، طبعا الشبابيك كانوا قبلها، مسكنا الشبابيك خلعناها كلها عشان البرد يا جماعه. والله العظيم ما عايزه اقول لكم، احنا فوق في الهو برد تلج يعني، مش عايزه اقول لكم بنحس ببرد قد ايه. مسكنا الشبابيك دي غلفناها من ورا كده، مسك يعني زي ما انتوا شفتوا الفيديو يعني، وركبناها الفيديو اللي قبل ده. وركبناها بقى عشان يعني تحوش عننا حتى لو حاجة بسيطة كده من البرد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. رجع لنا بقى البتاع ده، طبعا الأوضة سرير وكده أوضتين يعني، فكل حاجة على بعضها يا جماعة، ما حدش يعني يقول يعني مكركبة الدنيا ليه كده يا ام حوده. لا والله يعني هي بس هودي حاجات فين، فبغرز هنا وبغرز هنا. وطبعا الهدوم زي ما انتوا بتشوفوها بتبقى ساعات على البيبان، على الشماعات اللي بيقلع عشان الدولاب ده لامم، مش عايزه اقول لكم يعني. الهدوم بتاعتنا وهدوم العيال يعني، هدومي والهدوم الشتويه، وطبعا المفارش والحاجات اللي كده بتبقى في الدولاب، وحاجات تانية يعني وهدوم العيال يعني. ان شاء الله لما ربنا كده يوسعها علينا بإذن الله هشتري دولاب برضو للولاد ويبقوا هم خاص بيهم كده في الأوضة بتاعتهم يعني. ما ربنا ان شاء الله يبعت لنا الرزق ان شاء الله هروح جايه شاريه دولاب يبقى خاص بيهم. شوفوا على فكرة انا جيت الكومودين ده، شوفوا دست على صبعي في التلج ده. كنت يعني مش عايزه اقولك، بس محمود يلا يا ماما ايديا وجعتني يا ماما من التليفون، شاهلي يا ماما. مسربعني. مسحنا كده فوق ونضفنا فوق كده، وان شاء الله باذن الله برضه اروح جاي حاطه ستاره ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بيكم يا احلى واجمل اخوات. اروح جاي حاطه ستاره تقيله على الشباك دي، الشباك اللي هو بقعد فيه ده، عشان برضو تبقى تحوش الهوا كده. انا شوفوا كنت حاطه فيها فوق هناك اهو، بس مش يعني مش كانت خفيفه يعني، من اللي هي الشيفون دي. نظفنا الاوضه بتاعتنا اهو، فرشنا السرير وظبطنا كله وضبطنا، وشغلت المروحه عشان تنشف الاوضه. شوفوا اللي جاي يتنطط لي اهو، اتنطط بقى عامل زي فرق علوز بقى، راح يقفل لي الشباك. كشت بقول له اقفل.
ربنا يخليكم ليا يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، وتنسعدوا وتتهنوا. من اللي وصل بقى لطنطة الواد حدى دي؟ طب اللي وصل هنا كده يقول لي، عشان ايه اعرف اللي انتوا وصلتوا معايا. ربنا يسعدكم ويبارك لي فيكم ويخليكم ليا يا احلى واجمل اخوات. احاول ان انا ما اطولش الفيديوهات عليكم. بحبكم في الله والسلام عليكم.